بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهارده؟ اوعوا تكونوا كويسين، تبقى مصيبة. بتكلم باستمرار ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. لو حد فعلا عارف يعزمك على العشاء هتبقى مبسوط، تقول له ميرسي. بس لو حد يقول لك ازاي ممكن تتحكم في اعصابك واحاسيسك هيوسع لك حياتك، لان كل حاجة حصلت لنا من الماضي. البرمجة كلها حصلت لنا من الماضي، من ساعة ما جينا في الدنيا واحنا عاملين نتبرمج من العالم الخارجي. انا ببص حتى يا ربنا سبحانه وتعالى من أول لحظة هو بيخرجنا من الظلمات إلى النور، يخرجنا. لما تبص في سورة الحديد ربنا بيخرجنا من الظلمات إلى النور. إزاي الظلمات إلى النور؟ هتبص تلاقي من أول لحظة وأنت في بطن الأم بتحط بثلاث ظلمات داخلية. فتبص تلاقي لو حد يساعدك تخرج إلى النور. يعني النور نور المعرفة، فنور المعرفة بيخليك عندك قوة داخلية وقوة خارجية. فمن أول لحظة بنيجي في بطن الأم وإحنا بنحط على طول بنتحط في الرحم، وده ضلمة، وبعدين تتحط في المشيمة أو المشيمة ودي ضلمة، وبعدين تتحط بعد كده في البطن ودي ضلمة، وبعدين تخرج للنور وتخرج للنور. شوف اللون العالم الخارجي أصبح أدي أو النور، لكن ما عندكش إدراك، ما عندكش معنى، ما عندكش لغة. فعندك الأب والأم خدوا المسؤولية إن يديلك بعض المعلومات، فخدت إدراك ادالك معنى، والمعنى كون لك لغة جواها قيم وجواها اعتقادات وجواها مبادئ وإدراك. كل حاجة موجودة جواها، وإذا كان بتتعصب ولا لأ، وإذا كان بتتنرفز بسرعة ولا لأ، وإذا كان في أحاسيس سلبية ولا لأ. اتعلمت كل ده من العالم الخارجي، وفي الحالات دي بتبدأ تخرج لبعض العلم. فهنا ما كانش عندك أي إدراك وخدت إدراك جديد، بقى عندك إدراك. إيه حد بيعمل كده ليه؟ وأنت عندك مغص يعني إيه؟ وأنت بتتحرك يعني إيه؟ وأنت بتاكل ليه؟ وأنت بتصلي ليه؟ وأنت بتتعصب ليه؟ عندك المعرفة. فدي خرجت من ظلمات عدم الإدراك إلى نور المعرفة. وبعدين انت بتكبر، لما بتيجي تكبر بيكون عندك جهل في حاجات كتير. عندك جهل بإدراك معين، ازاي اتحكم في اعصابي، ازاي اتحكم في احاسيسي، اختار مستقبلي، اختار الوظيفة اللي انا عايزها. فخرجت من الجهل الى نور المعرفة. هنا بدأت تبحث، انت بتقرر بقى دلوقتي. اخيرا بعد ما قرروا لنا كل ده، الاب والام قرروا يملوا لنا ملفاتنا العقلية، وبعد كده المحيط العائلي، اخواتي، ولاد عمي، ولاد خلالي، كله عمال يقول لي حاجات، وانا عمال اجمع في معلومات عشان خاطر شخصيتي تكون مستقلة. لأن الإنسان عاوز شخصية مستقلة، دي من ضمن الاحتياجات العشرة بالنسبة للإنسان. سادس احتياج بالنسبة للإنسان استقلال الشخصية، فعايز شخصيتك تكون مستقلة. ففي الحالات دي بدأت أجمع معلومات، لأن حتى تبص على كلمة شخصية بيرسوناليتي جاية من إيه؟ من بيرسون، وبيرسون جاية من إيه؟ بيرزونا، يعني قناعة. كلمة قناعة بالإغريقية يعني قناعة الإنسان، شخصيته هي سلوكياته. جبت السلوكيات منين؟ من العالم الخارجي. ده اللي أنا اتعلمته لغاية ما أنا أعمل لي سلوكيات لوحدي. فخرجت بره لقيت الناس بيقولوا ايه، فدي المحيط العائلي. وبعدين خرجت في الشارع، المحيط الاجتماعي. رحت المدرسه بيقولوا ايه، اتعلمت منهم. وبعدين وسائل الاعلام بيتصرفوا ازاي، ورحت انا مزود عليهم كده، تكون لي ادراك وكونت لي شخصيه. لما جيت كونت لي شخصيه بقيت اخرج بيها دلوقتي. الشخصيه دي هبدا اتصرف بيها، هبدا اثبت وجودي بيها، ده اللي انا اعرفه. لكن انا ماليش ذنب فيها، لان اول جذور معلوماتي ده اللي انا هبني عليه. فلو اتعلمت من صغري ان انا اتعصب بسرعه جدا، وان انا اتالم بسرعه جدا، وان انا اخاف. هتلاقي ممكن تكون ام بتخاف من القطط. ممكن تخوف ولادها من القطط، ممكن، لان هي بتخاف من القطط. ما فيش قطط، اي حاجه فيها قطه خد بالك. فبص لي، عشان هي بتخاف فبتعدي هذا الخوف للاخرين، مع ان هم ما بيخافوش من القطط، بالعكس. انا مره شفت واحده بيبي، يعني طفل يعني بقول لك يعني اقل من سنه، وبيحفي كده، وجا عنده عنكبوت اسود كده كبير، وراح يلعب معاه. امه بتخاف اساسا من اي عنكبوت. لما شافت ده، اول ما دخلت راح طلع عنكبوت وطاخ مموتاه، وراح شايله البيبي. ماما بتنقذك يا حبيبي. هو عمال يبص على تعبيرات وشها وعلى تحركات جسمها وتنفسها، وبقى يترعب بعد كده من حاجه اسمها عنكبوت، مع ان هو ما عندوش اي تجربه مع العنكبوت. فين تجربته؟ امه. تبص تلاقي واحده غلطت وهي صغيره، مش ممكن اطلاقا ولادها يروحوا يسبحوا، هتمنعهم ليه؟ لان بتديهم تجربتها هي، فبتخوفهم من الميه، بتخوف من السباحه. والخوف من الميه ده صنف من اصناف الخوف المرضي. الخوف من الماء، وتلاقي الشخص عاوز يعوم، لكن ماما مش هتخليني ليه؟ لانها غلط وهي صغيره. فبيدينا تجاربهم. فاول 7 سنين اتبرمجنا منهم، ولما اتبرمجنا بحب، محدش يوصل البرمجه بطريقه غلط، اللي يعرفوه ادوهولنا. فانت خرجت بعد كده عشان تاخد معرفه. فلما بدات تاخد المعرفه شويه شويه شويه، المعرفه بتاعتك مبنيه على اول 7 سنين. فلو اول 7 سنين انت من نوع يرتبك بسرعه، لما تيجي تعمل اي استثمار هترتبك، لانك اتعودت التخزين الداخلي انك ترتبك، انك اول ما تتحط في امتحان هترتبك، لو داخل في انترفيو مقابله عشان عمل هترتبك، ولما تيجي تخش في الستوك ماركت هترتبك. فانت جاهز بارتباك، فما انتش في حاله نفسيه تعرف تاخد فيها قرار صح، لانك اساسا مرتبك، جواك ارتباك. فايه اللي ممكن اعمله؟ يبقى لازم اعمل تغيير في هذه البرمجه. هل ممكن نغيرها؟ اكيد. طب ايه البرمجه؟ هي مجموع سلوكياتنا وافكارنا. هي افكار الاول،
وسلوكيات وتركيز واحاسيس اللي سبب لنا ايه؟ سلوكنا ونتائجنا. هو ده السبب. طب هو ده السبب في ايه؟ طب ممكن اغيره؟ اكيد ممكن اغيره، والدليل على كده كل يوم بنغيره. حد يقول لي ممكن التغيير يكون سريع، اسرع مما تتخيل. ومن ضمن الادله بفرض ان انت مثلا رحت مطعم بتحب اكله معينه وطلبتها وانت بتاكلها لقيت فيها دوده ولقيتها معفنه، هترميه. ايه اللي حصل؟ التغيير حصل في ايه؟ في ثانيه، لان دخل في حواسك الخمسه، جه في الشم والتذوق البصر، شفت كده على طول عملت لك تركيبه في تجربه. فالتركيبه الاولانيه كانت حاجه والتركيبه الثانيه حاجه، يبقى معنى كده ان كل تجارب حياتنا ليها تركيبه. غير التركيبه تغير التجربه. ما طبق كنت بحبه له تركيبه، وبعدين التركيبه اتغيرت بقت يحصل كده. يبقى معنى كده ممكن اتحكم في احاسيسي؟ اكيد، ما هي تركيبه. الناس في الاشهر الكريمه بيعملوا ايه؟ شوف بالنسبه للمسلمين، يعني بص تلاقي في شهر رمضان وفي الاعياد تلاقي الناس اعصابها هاديه جدا. بالنسبه للمسيحيين في كريسماس وراس السنه وفي الثانكس جيفنج اللي هو تبص تلاقي الاعصاب بتهدى ليه؟ طب وبعد كده بيحصل ايه؟ انا عايش بره بقى اكتر من 33 سنه وبشوف بيحصل ايه في الاشهر دي. تلاقي الناس كلها اعصابها مرتاحه وتمام التمام ويشتروا هدايا لبعض، واول ما ترجع الفواتير اول يوم في اول السنه الجديده كله يبدا متضايق من التاني. انت خدت مني انا جبت لك وما جبتليش، شوف انا جبت لي ايه وانا جبت لك ايه. تحول، ما بقتش مرحله ان انا جبت لك عشان حبا في الله عشان بحبك، لا انا جبت لك عشان انت جبت لي وانت تجيب لي، شوف انت جبت لي ايه وانا جبت لك ايه. الله، اتحولت لحاجه تانية خالص، اتحولت لماده بقى. وتلاقي ناس قاعدين متضايقين، يعني قاعدين مثلا انا متعود انا اولادي باستمرار يعني في اعياد معينه، مثلا في العيد نشتري بعض هدايا، فكل واحد يجيب للتاني هديه وبعدين نحطهم، وبعدين في تاني يوم او يعني اول يوم العيد كل واحد فينا هيفتح الهدايا وشوف جاب ايه للتاني. مع الوقت اصبحت بتركز على القيمه الماديه للهديه، مش قيمه الروحانيه للهديه. بص انا جبت لك ايه وانت جايب لي ايه؟ ده كلام برضو يا راجل؟ ده الله، انا جايبها لك عشان محبه في الله. لا انت بتحسبها بكام؟ شوف انا جايب لك بكام وانت جايب لي بكام، يبقى ما تجيبش بقى، لان هو الغرض منها مش كده. لو انت اتربيت بالاسلوب ده مع انها حاجه بسيطه، لما تيجي تتحط في حاجه زي استثمار في قلق اساسا، لان الشغلانه دي مليانه قلق. الطالب يبقى الان الشخص نفسه اصبحت شخصيه قلقه، فلما تدخله في مهنه زي ستوك ماركت او تدخله في البورصه، مش هيعرف يعيش، لان حياته كلها تبقى مليانه قلق. يعني طول النهار عمال يبص في الانترنت، الاسهم طلعت ولا نزلت، لما يكسب يبقى الان يخسر، ولما يخسر الان على راح منه، وطول النهار في قلق. زي بالظبط في بعض الناس لما يضحك يقول لك اللهم اجعله خير. هو طب ما هو خير، ما انت بتضحك. انا كانت والدتي الله يرحمها لما نضحك تقول ما حدش ضحكنا اللهم اجعله خير. طب عايزه ايه؟ فلما كنا ننجح كانت تبكي من الفرحه، ولما يكون في مصيبه تبكي من المصيبه. الله، ولما نضحك اللهم اجعله خير، ولما العين الشمال ترف يبقى في مصيبه، ولما العين اليمين ترف هنشوف حد، ما انت بتشوف مش عينك مفتوحه. ولما ايد الشمال ترف وكون يا جماعه انا شفت يا جماعه في الستوك ماركت ايد الشمال بترف، هنكسب النهارده القعده هتحلو. ليه ايد الشمال بترف؟ عشان كده النهارده ان شاء الله هكلمكم على قوانين العقل، ازاي الحاجات دي ملهاش معنى غير المعنى اللي انت بتديهوله، وربطتها بحته في جسمك، فاول ما تحصل دي تروح ضارب على طول هذا الملف العقلي، فاول ما ينفجر تنجذب اليك من نفس النوع. عشان كده بقول لك ادي برمجتنا اللي وكونت لنا لغه داخليه وخارجيه، وخلت الجهاز العصبي يتاثر. فكلهم عباره عن ايه؟ من ساعه ما جينا في الدنيا واحنا بنستخدم استراتيجيات عقليه بطريقه ايجابيه عشان تساعدنا نقدر نحقق اهدافنا، ولو ما عملتش كده هتشغل كل حته فيك ضدك، هتشغل كل حته فيك ضد نفسك. النهارده انا مجهز لكم شويه حاجات وهنشتغل مع بعض على فكره، لان الاحاسيس ما اقدرش اقول لك دي الطريقه تحكم بيها في الاحاسيس. مش ممكن اعلمك السباحه بالكلام، لما تنزل في الميه هتغرق، يبقى لازم تتعلم. فهنشتغل كتير مع بعض. يعني الناس بتكلمنا في التليفونات عايز يقعدوا معانا في استشارات خاصه، مش هتلاقي، ما عنديش وقت، لكن هنا فرصه. فلما اطلب حد يجي لي استغل الوقت وفكر في اي مشكله مهما كانت حاده، هوريك ازاي تحولها وتغير تركيبتها وتحولها الى تركيبه ايجابيه في لحظات، وتبص تلاقي روعه العلوم الحديثه. وفي الحالات دي وانت داخل عشان تاخد قرار هتبقى اعصابك وشعورك عاديه، ولا هي ايجابيه ولا هي سلبيه، لكن عاديه. عارف الراحه؟ لما توصل لراحه تامه ساعتها قراراتك مبنيه على مرحله اسمها الالفا، مذبذبات المخ. والنهارده ان شاء الله لو عاوزين في خلال اليوم كده ممكن اعلمكم يعني ايه مرحله الالفا، وادخلكم في مرحله الالفا وتخش كده جواك وتخش في استرخاء تام. تحبوا حاجه زي كده؟ تحبوا حاجه زي كده؟
وانت لو حسيت انك بتنام، انت ما نمتش، انت اتنومت. فعشان يمكن مش متعود قدامك ناس كتير او حواليك ناس، فتبص تلاقي لما غمضت عينيك كده وتهت شويه وتروح قايم، ايه ده، في ايه، انا فين، انا فين؟ بتحصل كتير. انا بلد من البلاد العربيه، من غير ذكر اسامي البلاد، كنا اول مره بنعملها في السعوديه، وبعدين كانت تحفه لان هناك متعطشين جدا جدا للعلم. وبعدين عملنا هناك التنويم بالايحاء، وبعدين كلهم قلت لهم يعني غمضوا عينيكم، ولما تغمض عينيك خش جواك اكتر، لو فتحت عينيك هتبدا تلاحظ العالم الخارجي، فاحسن تخش جواك اكتر. فلما تخش جواك اكتر ما بتلاحظش العالم الخارجي، واحسن وانت هوصلك لمرحله احنا بنوصلها طبيعيا. وبعدين بدات اهزر وانت مغمض عينيك، خد بالك على المحفظه، لان ساعات بيخش ناس لقيتهم كلهم عاملين كده. فطالما بدات تتفكر بتخرج من مرحله الالفه. فالتفكير، عارف، بين الفكره والفكره في فراغ. لما حد يقول لي طب ممكن اوصل للفراغ ازاي، يبقى انت فكرت بين الفراغ. يبقى طالما فكرت وصلت لمرحله عاليه من موجات المخ اسمها البيتا. انا عاوز اوصلك للالفا. هم 4، عندك البيتا والالفا والثيتا والدلتا، كل واحده فيهم ليها مرحله. احسن مرحله بالنسبه لنا احنا يعني هي مرحله الالفا. المرحله الالفا ان احنا بنخش لها بطريقه طبيعيه جدا، خصوصا قبل ما ننام. فعشان كده التنويم بالايحاء ظاهره طبيعيه كلنا بنخش لها. ولكن الناس عشان سمعوا تنويم مغناطيسي جالك بقى محمود المليجي ونط فوق السور وزوز نبيل مع عبد السلام النابلسي، ايه هدومك، لا انت الاول، طب نام، لا نام انت الاول. وده اللي الناس عرفته. عشان كده لما يجي يسالوني ايه التنويم المغناطيسي اقول له في السيرك. لكن التنويم بالايحاء اسمه هيبنوثيرابي، بيدرس في كليات الطب العالميه اللي بتشوف منها لن تتخيل روعته. فهل ممكن في الحالات دي انا ممكن ادخل نفسي في راحه نفسيه بسرعه؟ اكيد. بايه؟ ممكن بده، بايه تاني؟ بالتامل. ايه تاني؟ بالتركيز الداخلي مش الخارجي. وساعتها لما نتكلم على القوانين هتلاقي الداخلي مرتاح، فالخارجي تاخد قرارات تكون مناسبه. مش انت عايز تاخد قرار كويس؟ ما تاخد بافضل مرحله موجوده من مراحل ذهنك وجسمك، بدل ما تاخد قرار بمرحله تكون عاليه. الحاجه اللي انا هعملها دلوقتي اسمها تغيير ادراك. هنعمل حاجتين فيها تغيير ادراك. اول حاجه فيها هي مجموعه، هو اطار ادراك، عباره عن مجموعه من الكلمات ومجموعه من الاسئله، وعلى فكره موجوده عندكم في المانيوال. والناس اللي بيتفرجوا عليا في البيت اكتبوا الكلام ده عشان تستفيدي منه، واذا كان عملتها معايا قبل كده اعملها كمان مره، واللي ما شافهاش شوفها تاني، واللي شافها قبل كده عارف، ابداوا اشتغلوا معايا. حتى الناس اللي في البيت بيتفرجوا علينا اشتغلوا معانا، لأنه فرصة المعلومات دي بتيجي لغاية عندك النهارده، لغاية عندك في البيت. عشان تخرج انت هتكلفك فلوس كتير ولازم تخرج، بس هي عندك. المهم هي عندك دلوقتي.